أم إبراهيم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ يا مرحبا يا أختي، أهلا وسهلا. أسأل الله أن يبلغنا شهر رمضان المبارك وإياكم يا إبراهيم وإياكم، وننعم بالمغفرة التامة من الله سبحانه وتعالى. سيدي، أنا امرأة أبلغ من العمر 55 عاما، وأنعم الله علي بالمال الوفير، والحمد لله رب العالمين. لدي ولدان وابنة. أنا غاضبة على الولدان غضب شديد، حاولوا قتلي من أجل الحصول على المال. حاليا أنا أخاف من الله لأني غاضبة عليهم. أولادي يبغون المال من أجل العبث. الآن أخاف أن ألقى ربي. تخيل يا شيخ، أنا مريضة وحبست قصة مرضي كي لا ينتهزها فرصة ويقضون علي، لأن الشيطان سيطر عليهم سيطرة كاملة. أنا حاليا بين إيدين ربي، أعبد ربي، أتقرب إليه كيفما استطعت. أريد أن أهب كل ما أملك إلى أعمال الخير مصداقا إلى كلام الله سبحانه وتعالى، والآخرة خير وأبقى. يا شيخ، أنا أخاف أن يتعذبوا بسبب غضبي عليهم. ماذا أفعل؟ السلام عليكم ورحمة الله. شيخنا الشيخ أحمد، كنا نتحدث عن أثر الصحبة على الإنسان في أيام وليلة رمضان. تفضل شيخ. حقيقة موضوع الأخت هذا يعني سيطر على أنا ما كنت أتصور أبدا أن يكون في الدنيا عقوق كهذا العقوق. أخيتي الكريمة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن عزائك في بنيك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم أجرك وأن يغفر ذنبك وأن يمن عليك بالشفاء العاجل وأن يهدي أولادك. أما ما ذكرت من غضبك على أولادك، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمك الصواب وأن ينزل السكينة والطمأنينة على قلبك وأن يمن عليك بالشفاء العاجل. وأما ما فعله بنوك فإن كان ما قلتيه حق وإن كان ما ذكرتيه هو الذي وقع، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي لك أولادك وأن يصلحهم وأن يجعلهم بارين بك. إخوتي الكرام، لا أعلم ذنبا في الدنيا بعد الشرك بالله وترك فرائضه أعظم من عقوق الوالدين. اعلم يا عبد الله أن أباك وأمك طريقاك إلى الجنة هما جنتك ونارك، فإياك أن تفرط في باب من أبواب الجنة. وأمك هذه التي حملتك في بطنها 9 أشهر وعانت من أجلك الموت، وحين ولدت كادت أن تموت وكانت تتمنى أن تحيا أنت، ولو كان في ذلك عطب نفسها وموتها، ومع ذلك رضيت بحياتك فولدتك ثم أرضعتك من ثديها حولين كاملين، وهي ترضعك دمها، ترضعك هذا اللبن الذي أخرجه الله عز وجل من بين فرث ودم، حتى شببت وكنت شابا، وكانت فرحتك وضحكك تدخل السرور في قلب أبويك، حتى إذا كبرت وضعفت هذه الأم وصارت مريضة مسكينة ضعيفة عندك، كان هذا جزاؤها منك. بدلا من أن تخفض لها جناح الذل من الرحمة، أمرك الله أن تكون ذليلا حقيرا بين يدي أبويك، تخفض لهما جناح الذل